بعد ما اتعلمنا مع بعض إزاي بننشئ الدروس والوحدات بتاعتنا، تعالوا نعرف مع بعض إن إحنا لو عندنا درس معين عايزين نعمل عليه امتحان للطلبة ويتصحح بشكل تلقائي بدون تدخل منك، والمنصة هي اللي هتقوم بكده بشكل كامل. هتروح لدوراتي علشان تروح تفتح الكورسات بتاعتك. انت ما سجلتش غير كورس واحد منشور، ولو في كورس لسه قيد المراجعة هتلاقيه موجود هنا، ولو في كورس مسودة انت شايله دلوقتي هتلاقيه موجود في النقطة دي. تعالى كده نعدل على الكورس بتاعنا، ندوس تعديل علشان خاطر نيجي للدروس بتاعتنا. ندوس على منشئ الدورة ده كده، وهتلاقي ده الدرس اللي حضرتك عملته. ممكن تعمل على الدرس ده اختبار من هنا، تدوس على إضافة اختبار، وليكن هنسميه اختبار على الدرس الأول بالشكل ده. ممكن نضيف لو في عندنا ملخص للاختبار، احنا الطالب ده هيمتحن على ايه خلال الدرس ده، ممكن نضيفه. من هنا بنبتدي نضيف الأسئلة بتاعتنا وأنواعها. في عندي 3 أنواع هنا من الأسئلة: صحيح وخاطئ، أو اختيار واحد من متعدد، أو أكتر من اختيار من متعدد. يعني الاختيار ده الطالب هيختار فيه إجابة واحدة صحيحة، لكن التاني ده الطالب هيختار فيه أكتر من إجابة صحيحة، وأنت اللي هتحدد كده. خلينا نبتدي باختيار واحد. هبتدي أدخل هنا نص السؤال، وليكن ده السؤال بتاعي، وأنا مختار نوع السؤال اختيار واحد، يعني الطالب هيختار إجابة واحدة صحيحة. ومن هنا بتحدد درجات السؤال، ولتكن 3 درجات، وهتحدد إن الإجابة دي مطلوبة، يعني لازم الطالب يجاوب عليها وما ينفعش يسيبها فاضية. من هنا هتبتدي تضيف الاختيارات بتاعتك، ده الاختيار الأول وده الاختيار التاني. وطبعا لأن انت شايف إن مفيش لسه مكان لاختيار تالت، فهنبتدي ندوس على إضافة خيار علشان ينزل لنا اختيار تالت، وممكن تضيف إضافة خيار عشان يبقى في اختيار رابع كمان. وهنبتدي نحط باقي الاختيارات بتاعتنا بالشكل ده، وهتبتدي تحدد الإجابة الصح مسبقا علشان تقدر المنصة تصحح بشكل تلقائي. وليكن الإجابة الصحيحة أهي بالشكل ده، وهي دي الإجابة اللي هيكون عليها ال3 درجات بالشكل ده. وكده أنا عملت السؤال الأول، يبقى حطيت نص السؤال، نوع السؤال، الدرجات بتاعت السؤال، الإجابة دي مطلوبة، والاختيارات، ودرجة السؤال نفسه. تمام كده؟ ممكن نضيف كمان سؤال بقى، والسؤال المرة دي هنخليه اختيار من متعدد، يعني أكتر من إجابة في السؤال. وهنبتدي هنا ندخل نص السؤال زي ما احنا اتعودنا. نوع السؤال اختيار متعدد، يعني أكتر من إجابة بنكرر تاني. وهنا النقط هتبقى 3 نقط عادي جدا، والإجابة دي إجابة مطلوبة، يعني لازم يجاوب عليها. هنبتدي نحط الاختيارات بتاعتنا زي ما عملنا، وطبعا هنبتدي نضيف على إضافة خيار علشان يبقوا 3 اختيارات، وكمان مرة علشان يبقوا 4، وانت ممكن تخليهم أكتر من 4 عادي جدا. وهنبتدي نضيف الإجابة الرابعة، وهنبتدي نحدد الإجابات الصحيحة بالشكل ده. ولأن الإجابات بتاعتنا النقط بتاعتنا 3، فكل سؤال من دول هيبقى درجة ونص، فهنعمل 1.5 كمان مرة هنا، 1.5 بالشكل ده. وكده احنا عملنا سؤالين. طب تعالوا نضيف كمان سؤال تالت، والسؤال التالت هيبقى صحيح وخطأ. وهنا هنبتدي نحط نص السؤال، نوع السؤال صحيح وخطأ، 3 نقط بالشكل ده. ونبتدي نحدد إن الإجابة مطلوبة، وهندوس على إنشاء اختبار. هنا هيقول لك تم إنشاء الاختبار بنجاح. لو أنت رحت كده للدرس بتاعك بقى ودوست هنا كده، هتلاقي إن الدرس تحت اختبار وتقدر تعدله. طب الطالب بتاعي هيشوف الكلام ده إزاي؟ تعالوا كده نروح لحساب الطالب. بعد ما الطالب بتاعك يدخل على التدريب بتاعك أو الكورس بتاعك علشان يتعلم الدرس الأول، فهيدوس على مشاهدة الدرس. هيبتدي يشاهد الدرس عادي جدا، وبعد ما يخلص مشاهدة هيتنقل تلقائيا على الاختبار اللي انت عملته علشان يبتدي يجاوب عليه. ده اختبار على الدرس الأول. كلمة فلسفة أصلها يوناني، والمقطعين بتوعها معناهم حب الحكمة. من خصائص السؤال الفلسفي هنا اختيار متعدد، يعني هتختار إجابتين أو 3 على حسب الصح اللي عندك. فأنا هختار الإجابتين أهو بالشكل ده. الفلسفة معناها حب الحكمة، صح. وهدوس إرسال إجابات. هتطلع بعد ما يرسل الإجابات، هتطلع له على طول إن النتيجة بتاعته 9/9، على اعتبار إن كل سؤال كان 3 نقط، وجايب ممتاز 100% نسبة النجاح بتاعته، وهكذا.
وده كان بشكل عام إزاي تقدر تكريت الحساب بتاعك وتبدأ تشتغل من خلال منصة درسلي. استنونا في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.